احنا اتفقنا ان طبق الحلويات ليه اضرار كتير، بس يا دكتور هو احنا كده مش هناكل حلويات خالص في رمضان؟ تعال اقول لكم، هناكل حلويات في رمضان، بس خلينا نتفق على حاجه مهمه في البدايه، لان في التغذيه العلاجيه احنا ما بنمنعش الاكل، احنا فقط بننظم توقيته وكميته حسب استجابه الجسم. لما ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالصيام في رمضان كان بيدينا مكافاه، مش بيحرمنا ولا بيعاقبنا، وده الوقت اللي حساسيه الانسولين فيه بتتحسن والجهاز الهضمي بيهدى. ولو تعرف ان اعضاء جسمك بتبقى شغاله بكفاءه 100% في رمضان، مش هيهون عليك انك تضيع الكفاءه دي بعادات غذائيه خاطئه حتى لو نفسك فيها. علشان كده مرضى السكري والقولون غالبا بيحسوا بتحسن واضح لو الاكل انظبط شويه معاهم. وعشان كده لو حابب انك تاكل حلويات في رمضان يبقى تاكل باعتدال، بحيث ما تزيدش عن 100 جرام فقط في الكميه دي، بتمنع القفزه الحاده في السكر وبنقلل تخزين الدهون على الكبد. والاهم انك تكون ذكي وتختار الاوقات اللي تاكل فيها، زي انك تاكل مثلا بعد مرور 2 إلى 3 ساعات بعد الفطار، مش تبقى هي اول حاجه تاكلها على الفطار، لان بعد المده دي الجسم بيكون بدا يستخدم الطاقه، فالحلويات تتحول لطاقه مش دهون ولا ارتفاع مفاجئ في الجلوكوز. وبس كده، دي كانت نصيحتنا النهارده. ما تنسوش تتابعونا على دايتيتكس اكاديمي في اوعى تعمل كده في رمضان.